السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم نوتيلا التمر، لذيذة ومغذية وخصوصا للأطفال، تشبعهم وتديهم طاقة. طريقتها بسيطة بأربع مكونات من غير سكر ولا زبدة ولا زيت، تتحضر في أقل من 10 دقايق. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات والطريقة. بسم الله. أول حاجة معايا ربع كيلو من التمر، غسلته وهبتدي أفصصه وأشيل النوى منه. التمر بيكون موجود طول السنة، بتلاقيه بيتباع بالكيلو عند العطارين، وموجود عبوات في السوبر ماركت. لو التمر عندك ناشف تقدري ان انتي تنقعيه في شوية مية سخنة لمدة ربع ساعة، هيطرى وترجعي تشتغلي بيه. وللأمانة وانا بفصص التمر زودت عليه 5 6 تمرات علشان ازود الكمية واعمل كمية حلوة كده بالمرة. ومعايا دلوقتي المكون التاني، كوباية من اللبن السخن. ودلوقتي في الخلاط هنزل بالتمر وعليه اللبن السخن. ممكن تقللي كمية اللبن وتكتفي بكوباية الا ربع لو عايزة القوام يكون اتقل. وهضربهم كويس لغاية ما يختلطوا والقوام ينعم ويكون كريمي. وهاخد الخليط وابتدي اصفيه بمصفى ضيقة عشان اتخلص من القشر اللي ممكن يكون موجود في التمر، ويكون الخليط معايا ناعم جدا وكريمي. وهنا بوريكم دي القشور والالياف اللي معدتش من المصفى. كده الخليط بقى ناعم جدا وكريمي، والقوام مثالي لا خفيف ولا تقيل. وهنا معايا المكون الثالث، الكاكاو. بستخدم الماركة دي حلوة قوي وسعرها مناسب جدا. وهرجع انزل خليط التمر واللبن في الخلاط وهضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو. طبعا انا ما استخدمت السكر خالص في الوصفة دي، لان التمر حلو وكمان الكاكاو محلى، فالطعم هيكون مظبوط وحلو جدا جدا. ممكن تستخدموا الكاكاو الخام الغير محلى، بس في الوقت ده هتحتاجوا تستخدموا معلقة او 2 من سكر البودرة حسب رغبتكم. وكمان لون النوتيلا هيكون معاكم اغمق. هرجع اضرب الخليط كويس قوي في الخلاط لغاية ما كل المكونات تندمج مع بعض. وده بيكون شكل الخليط بعد ما ضربته كويس قوي وكل المكونات اختلطت ببعض. هو هنا لسه هيتقل اكتر من كده، كل ما بيقعد الخليط كل ما بيتقل. هضيف دلوقتي المكون الرابع، عندي مكعب صغير جدا من الشوكولاتة الخام. هضيف عليه معلقتين من اللبن السخن وهقلبها فيه كويس جدا لغاية ما تسيح. وهضيفها لباقي الخليط وارجع اضرب في الخلاط لغاية ما تمتزج مع باقي المكونات بالشكل ده. قطعة الشوكولاتة ديت هتدي للقوام تقل وطعم وغنى. وده بيكون شكلها النهائي، ما خدتش وقت خالص في التحضير، اقل من 10 دقايق. ممكن تضيفوا لها مكسرات بندق او فول سوداني، وممكن لو متوفر عندكم زبدة الفول السوداني ضيفوا لها معلقة او معلقتين وترجعوا تضربوها مع باقي المكونات في الخلاط. قوامها مظبوط وطعمها جميل جدا، لسه كمان بتتقل اكتر من كده لما بتقعد في التلاجة. طبعا بنحفظها في برطمان مغسول ومعقم وناشف مفهوش اثر للمية، ولازم نحطها في التلاجة عشان فيها لبن ممكن تفسد لو كانت برا التلاجة. المكونات البسيطة اللي استخدمتها دي عملت معايا برطمان كبير مليان ونص برطمان تاني. الخامات مش مكلفة، يعني لو حسبناها كده ربع كيلو تمر ب12 جنيه، وكوباية اللبن دي نقول ربع كيلو ب10 جنيه، ومعلقتين كاكاو نقول 10 جنيه تاني، وقطعة شوكولاتة صغيرة جدا يعني مش هتكلف حاجة وممكن كمان نستغنى عنها. يعني التكلفة حوالي 30 جنيه 35 جنيه، وهيطلع عندك الكمية الحلوة ديت. وكمان عاملاها في البيت ضامنة نظافتها ومفيهاش مواد حافظة. نعمل بيها سندوتشات للولاد للمدرسة، مغذية ومشبعة ولذيذة هيحبوها جدا. نستخدمها في حشوات المعجنات، لازم تعملوها عشان تعرفوا قد ايه هي لذيذة. وانا هنا بقدمها مع عيش التوست الاقتصادي اللي عملته معاكم الفيديو اللي فات، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف اللي حابب يرجع له. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.